ألست نادما يا شمر؟ نادم على ماذا؟ على حربك على الحسين. يا ابن الضبابي، لو عاد الحسين حيا وأراد أن يقوم ضد يزيد، أنا سأكون أول من يحاربه ويقف ضده. ألا ترى أننا خدعنا ليزيد في واقعة كربلاء يا شمر؟ يا ابن الضبابي، أي خدعة هذه؟ أعوذ بالله. هل يحق للحسين أن يقوم بالبدعة ويخالف السنة فيقوم ضد الخليفة لكونه حفيد النبي؟ الله لا يسامح حتى الأنبياء على الباطل. أعوذ بالله. فلو أن الرسول أراد أن يمشي خلافا للحق لسلب عنه مقام الرسالة ولقطع اتصاله به ولأوقف وحيه إليه. هل تقول هذا الكلام من صميم قلبك؟ مفهوم؟ انت الان قلت لي، انا قلت لك الحسين جده عليه الصلاة والسلام هو من حكم عليه. يعني اللي قتلوا الحسين دول الاربعة، اللي قتلوا الحسين دول الاربعة مين هم؟ عبيد الله بن زياد بالترتيب، عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد بن ابي وقاص وشمر بن ذي الجوشن وسنان النخعي. هذول نفذ في الحسين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولى منكم اماما واعطاه ثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فان جاء اخر ينازعه فاضربوا عنق الاخر. مفهوم؟ انا لو كنت مكانهم، جميل، ولا لو كنت مكان هذول الاربعة، طب انا ايش اسوي؟ مو واحد من الجنين، يا اما اني اكون زيك مغفل وغبي زي الرافض الهبل واصدق كلام الحمير دول عن معصومية الحسين واتركه، يا اما اني انفذ السنة عليه. انا بصراحة اختار اني انفذ السنة عليه. احنا ما عندنا معصومية، خلاص فرحت. قتلوا الحسين دول، تمام ولا؟ انا بقول لك ما قتلوه من دماغهم، هم قتلوه حسب حديث: فان جاء اخر ينازعه فاضربوا عنق الاخر، والاخر دي تنطبق على الحسين. تمام؟ هل يعني هذا اذا عرفت انه دافعهم الرئيسي هو السنة والحديث ده صحيح عندنا، جميل ولا؟ ومن احكام الفقهيات مجمع عليه من الاربع فقهاء، هل هذا يعني انه كل السنة نواصل؟ انا احنا كده فيه من السنة وكل السنة تؤمن فيه الحديث ده، هل يعني هذا انه كل السنة نواصل عندك؟ لا، انا في اللي من تلوم حرب الحارب سيبه. انا بقول لك اللي قتل الاربعة اللي قتلوا الحسين، تمام، استندوا على ده الحديث اللي قال لهم ايش. انا ما بقول لك اقتنع ولا ما تقتنع، عنك ما اقتنعت انا ما ابغاك تقتنع. انا بقول لك هم مستندين على الحديث اللي بيقول: فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. بهذا الحديث قتلوا الحسين، وهذا الحديث صحيح عند السنة كلهم. هل يعني هذا انه في نظرك انت ان السنة كلهم دول نواقض؟ علما ما في مذهب سني واحد ينكر الحديث ده او صحته، فعملوا بهذا الحديث. اذا الحسين اخطأ، تمام ولا لا؟ ودفع ثمن خطيئته، ورضي الله عنه وعن أبيه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. أمرهم موكل لله سبحانه وتعالى. أنا أخذت هنا يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذا الخليل عندي هو صحيح البخاري، أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا حكمت على الحسين حكم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. قول الحسين شق عصا يا عزيزي، الحسين حب يشق عصا المسلمين، جميل، وقتل ودفع ثمن خطيئته. هذا حسب السنة. انما اللي يبغى العواطف حيين مع الحسين. والله شوف، هو خروج الحسين، تمام ولا لا، هو يعني الارجح فيه انه مش مفسدة للامة حق المفسدة، تمام ولا لا، يعني شيء كان حيوقع دم كثير،
لو استمر. يعني الناس يا دوبهم نفضوا عن اكتافهم غبار معارك صفين بين علي ومعاوية، يا دوبهم نفضوا الغبار. يقوم يجي الحسين ويخرج على امير ذلك الزمان، وطبعا اللي تحت ذلك الامير لن يسكت لانهم مكلفين بحكم شرعي. اذا الحسين انطبق عليه حكم جده عليه، جده مصطفى عليه الصلاة والسلام هو اللي حكم عليه مش احنا. اسمعني ماذا سأقول. أولا، لنرى نقض البيعة مع أي خليفة، فإن كان الخليفة مثل يزيد ناقضا لحدود الله فليس بدعة في الدين. ثانيا، إذا كان نقض بيعة الخليفة معصية فجميع الذين نقضوا بيعة علي بن أبي طالب في حرب صفين قد ارتكبوا المعصية، وأنا وأنت منهم.